اخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، أبنائي وبناتي، من كم يوم طلع فيديو لأحد المحققين العلماء العراقيين يتكلم عن منزلة الإمام البخاري، واستشهد أن الإمام البخاري لم يرى صحة أو كذا حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله، واستشهد في أقوال الإمام مالك أنه لم يرى أحد أنه يصومهن أو كذا إلى آخره. أنا لي وفهم البعض من هذا الفيديو أنه ما لا إذن هذا الحديث ضعيف، ولكن أنا عندي الحقيقة، وقال حق نصومهم، احنا من زمان كنا نصوم ونحرص عليهم إذا كان العلماء قالوا فيها الأمر هذا الشيء. أنا لي ملاحظات على القضية هذه أقولها بسرعة. أول شيء أنه صوم 6 من شوال ليس فرض وليس واجب، إنما هي سنة، اللي يصوم يأخذ أجر، اللي ما يصوم ما عليه شيء. الشيء الثاني أنه أي يوم الصوم في سبيل الله كما جاء في الحديث، فكأنما باعد الله سبحانه وتعالى وجهك عن النار 70 خريفا، فإيش حاله إذا كنت 6 أيام. الشيء الثالث أن ليس كل ما لم يروه البخاري هو ضعيف. الإمام مسلم هذا إمام عظيم بالحديث، هو منزلة ثالثة بعد البخاري. والإمام البخاري ليش ما روى شيء ما رواه مسلم؟ لأنه عنده شروط الخاصة، الحديث اللي ما يتلائم مع شروطه ما يقبله، مو شرط يكون ضعيف، وإلا فإن هناك أحاديث صحيحة كثيرة جدا ما رواها البخاري، مو معناتها ضعيفة، خاصة أن اللي رواه الإمام أبو أيوب وليس موقوف، أنه رواه وثقوه كثير من العلماء يصححوه الماضي أو الحاضر. كون أن الإمام البخاري لم يروى لا يعني أنه ضعيف. هذه فقط ملاحظات السريعة عشان نفهم الناس البعض أنه إن ما دام ما روى البخاري أو هذا تهيأوا وفهموا من هذا الحديث مال الشيخ العراقي المحقق أنه هذا ما له داعي نصومه. وجزاكم الله خير.